هاي، عاملين ايه؟ النهاردة جايبالكم طريقة احلى تشيكن سويت اند ساور هتاكلوها في حياتكم. حاجة كده في منتهى اللذاذة والجمال، قمر حاجة كده. يعني هتاكليها هتحس ان انتي بتعملي لولادك اكل مطاعم في البيت. يعني مش قادرة اقول لكم الجمال والحلاوة وقد ايه مليانة حاجات مفيدة ومليانة قيمة غذائية. اول حاجه هنا انا معايا نص كيلو بانيه مقطعاه قطع وكنت متبلاه ببصل وملح وفلفل، وهحط حوالي معلقتين خل علشان يديني النتيجه بتاعه سويت اند ساور. وهحط هنا طماطمايه مبشوره وشايله القشر بتاعها او معلقتين كاتشب. وهنبدا نقلب المكونات بتاعتنا كويس جدا. وهنيجي بعد كده نحط حبة مستردة صغيرين. اللي مش بيحب التيست بتاع المستردة ما يحطوش، هي بتدي كده لسعة ساور شوية، يعني بتخليكي الطعم ساور شوية. وبرضه هنحط بضاية. وهحط هنا صوص الباربيكيو، ولو عندك دبس رمان اوكي، لو عندك عسل اسود اوكي. وهنا كمان هجيب كوباية وهدوب فيها حوالي معلقتين نشا علشان يخلي الصوص بتاعي تقيل. وهحاول ان انا ادوب النشا بره الاول في كوبايه الميه دي، وبعد كده هضيفه على الصوص اللي هضيفه على قطع الفراخ بتاعتي. عايزه اقول لكم ان هي اكله تحفه وجميله، واغلب المطاعم اليابانيه اللي هي زي مانشي ووك والحاجات دي بتلاقوها بتقدمها، بس بتلاقيها كسويت اند ساور غاليه جدا. وفي بعض الطرق بيقلوا الفراخ البانيه بعد المرحله دي، بس انا مش بحب بصراحه ان انا اقليها، انا عايزاها تبقى خفيفه. وهبدا هنا بقى احط شويه التوابل بتاعتي. دلعي بقى الوصفه بتاعتك، حطي كمون، حطي بصل باودر، توم باودر، لو عندك 7 بهارات حطي حبهان. انا بصوا يعني ابدعت في الاكله دي، كنت عايزاها تطلع زي بره بالظبط، وهم بره بيعتمدوا في الاكله دي على البهارات. فحطي براحتك جدا في البهارات، بس طبعا كل حاجه تكون حوالي ربع معلقه او نص معلقه. انا هنا دي كانت بهارات عندي مشكله جميله جدا. اغلب البهارات بجيبها من سبينس اللي موجود جنبي. وفي طاسه بقى سخنه على النار هحط الزيت، وهحط كمان بعديها الفراخ بتاعتي عشان تاخد صدمه. لو في ناس مش هتحب البيض اللي موجود ممكن تستغني عن البضاية براحتك. وهنا بقى شوية الخضار بتوعنا اللزاز الحلوين المتقطعين. طبعا الأكلة دي معتمدة على الخضار ان هو مش بيكون مستوي 100%، فانت بتسوي الأكلة بتاعتك الأول شوية، وبعد ما بتستوي بتبدأي تحطي الخضار في آخر 5 دقايق، فبيكون الخضار يعني بيقرقش سنة بسيطة. وكلموني بقى على الجمال والشياكة ولذاذة الأكلة الحلوة دي، سريعة جدا مش هتاخد معاكي وقت، وهتبقى هيلسي وما فيهاش دهون كتير، وعاملاها زي بره. انا طبعا هي المفروض ان انا بضيف معلقة سكر او عسل نحل، بس انا ما حطيتش. بس هو بقى عشان تبقى سويت اند ساور حطي السكر.